السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في بودكاست جديد. واش كنتوا عارفين بأن في اليابان السائقين اللي كيتجاوز العمر ديالهم 75 عام كيتفرض عليهم يديروا علامة خاصة في طوموبيلاتهم؟ إلا كنتوا كتعرفوا خليوا لي في الكومنتير، حبسوا الفيديو وقولوا لي واش كنتوا عارفين باللي السائقين اللي في عمرهم 75 عام كيتفرض عليهم يديروا علامة خاصة في السيارات ديالهم. هاد العلامة ما كيديروهاش ديكور، بل هي علامة سميتها كوريشا مارك، وكتشبه الورقة ديال برسيم ملونة. غنخليها لكم هنايا. هاد العلامة كتعني بأن السائق كبير في العمر، والهدف منها بسيط ولكن عميق، باش الناس اللي كيسوقوا يردوا البال ويتعاملوا مع السائق المسن بصبر واحترام ويعطيوه الأولوية إلى احتاجها. هذه الفكرة بدات في سنة 1997 وتبدلت مع الوقت حتى ولات دابا كتشبه الورقة ديال البرسيم، فيها 4 ورقات وكترمز للحكمة والتجربة وضعف الإنسان مع التقدم في العمر. اش بان لكم في هذه الفكرة كنت دارت في البلد ديالنا؟ ماشي غادي تولي الطرقات اكثر امان واكثر انسانيه؟ تتقولوا لي الراي ديالكم في التعاليق. ما تنساوش ما تبخلوش عليا باللايك اشتراك، الاراء ديالكم اقتراحات ديالكم سواء كانت زوينه خايبه، المهم اي حاجه راه كنقبلها. مرحبا.